في حياتك راعي أم ذئب؟ إذا كنت فريسة من ستحب؟ ستحب الراعي أم ستحب الذئب؟ أخذ الراعي يتباهى ويتفاخر برجولته في حماية أغنامه، فهو الوحيد في القرية الذي قام بقتل الذئب. قتل الذئب وعلق رأسه على جدران المنزل. قتل الذئب الأسود لكي يحمي أغنامه. أحببت حبه لأغنامه ورأيتها تتبعه في كل مكان، في حين أن الراعي قرر أن يذبح الفريسة. وفي الفجر البارد أخرج السكين وذبح الفريسة وتركها في دمها الساخن في الفجر البارد. في حياتنا ناس ما نعرفش إذا كانوا هم ذئاب ولا راعي.